بمكون واحد بس هيخلي البانيه بتاعنا او اي فراخ بنعملها، فراخ كنتاكي او البانيه، هيخليها لونها فاتح كده ومقرمشه لحد اخر واحده. عندنا هنا عملنا البيضه بتاعتنا وحطينا عليها ملح وفلفل واي توابل جافه ممكن نحطها، وشويه ميه كده او شويه لبن، وبنربها بالشكل ده. تمام، جهزنا كده البيض اللي هنحط فيه البانيه. عندنا هنا بقى البقسماط، حطينا هنا ملح وفلفل، ممكن هنحط بصل بودر، توم بودر، بابريكا، حاجات كده تدي طعم حلو، هتعزز معايا الطعم جدا. عندي هنا معلقتين دقيق، والمكون بقى السحري هنا هنحط معلقتين نشا. النشا دي بتخلي الزيت لحد اخر واحدة بيفضل فاتح وما بيكونش فيه رواسب ولا اي حاجة، وبيكون جميل جدا، بيخلي الفراخ بتاعتنا مقرمشة، يعني بتقعد فترة كبيرة كده مقرمشة وجميلة جدا. هنبتدي بقى نتبل. انا ما بعملش ال3 خطوات، انا بعمل خطوتين بس، اللي هي البيض مع المية او مع اللبن، وعلى البقسماط مع الدقيق على طول. بدل ما نعمل دقيق بيض بقسماط، لا، هو كده على طول بيطلع حلو. هنتبلها بقى بالشكل ده، ولو احنا هنفرز هنحط في الطبق الفل او في الاطباق اللي هي البلاستيك او العلب، وهنحطه في الفريزر على طول. تمام، انا هنا عملته خلصته، وهحطه في التلاجة بقى شويه كده نص ساعه، بحيث ان الكفر ما يفصلش معايا. هنبتدي نقلي بالشكل دوت. حتى يا جماعه احنا لو ما حطيناهاش في التلاجة الكفر برضو مش هيفصل ان شاء الله، لان النشا بيخليه متماسك جدا. شايفين اللون؟ شايفين لون الزيت كمان؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين معانا بقى كده بالشكل دوت، طعم وريحة حلوة ولون، بالهنا